حبايبي الحلوين، اسمحوا لي أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا وهو الاستغناء. إزاي أقدر أستغني عن الأشياء المسيطرة عليا في حياتي؟ إزاي أقدر أستغني عن الحاجات اللي معوقة حياتي، اللي مقيداني، اللي مسلسلة إيديا ورجليا ومش مخلياني شايف أو قادر أعيش الحياة مع ربنا؟ إزاي أقدر أبعد عن كل الحاجات دي بالرغم إني مش قادر؟ كل ما باخد خطوة ألاقي الشيطان يرجعني ليها تاني. طيب إزاي النهاردة أقدر أقف في وش الريح وأقول للشيطان ابعد عني؟ من خلال حاجة واحدة، الصلاة الدايمة بحرقة وبدموع وبتوبة صادقة. أكيد ربنا عمره ما هيتخلى عني. الله دايما مادد إيديه عشان ينتشلني من اللي أنا فيه، وبسبب غلاظة قلبي أنا بمشي في الطريق المعاكس لربنا. طيب السؤال هنا، يا ترى هعرف أكسب السماء مع الأرض؟ مستحيل. يا أكسب الأرض وأخسر السماء، يا هكسب السماء ومش مهم الأرض. طبعا كلنا بندور عن حياتنا السمائية. ده لازم أعيش مع ربنا عشان هو اللي يعضدني ويقويني ويشجعني. يا رب أنا قلبي مش رافض ومش كسلان يعود تاني، لكن كل لما أجي أقرب ألاقي إيدي منعاني. قالوا إنك طبيب شاطر بتشفي النفس بالكلمة، قالوا إنك طبيب شاطر بتشفي النفس بالكلمة، وادي المفلوج مثال واضح، سمع صوتك ده النعمة. أنا عارف سلامي معاك وجايلك أحتمي في حضنك، فمن فضلك تسامحني تقربني قوي منك. تعبت كتير بعيد عنك، ما شفتش راحة غير وياك، رجايا ان انت تقبلني تخليني اعيش في سماك. امين يا رب. قادر يخلينا ناخد القرار اني ازاي اقدر استغني عن اي شيء يبعدني عنه. ملقين كل همكم عليه فهو يعتني بكم.